مشيت من ليون حتى السوق اللي كاين فولون فلان. الصراحه الاثمنه صدموني. لقيت بطاطا ومطيشه والبصله دايرين 1 اورو. كما العاده بديت الانطلاقه ديالي من فيلوربان، واخا الصراحه البيس تعطل عليا. نورمالمون البيس كيجي في كل 5 دقائق في كل 3 دقائق، ولكن دابا شفتو غيجي من هنا 14 دقيقه. كاينه شي بيرتورباسيون. اون فوا وصل البيس ركبنا فاليدينا وشدينا للطريق لاكبر سوق كاين هنا في ليون. اون فوا وصلت للسوق ما عرفتش راسي واش راني في المغرب ولا الجزائر ولا تونس. فين عمرك شتي مطيشه دايره اورو، وهنا فين تحمست وبديت كنعمر في البلاطو، ولكن ملي بغيت نخلص لقيت راسي نسيت الكاش. نسينا الفلوس كامله. بما انني نسيت الكاش فراه ديال المناسبه باش نعرف اقرب بنكه للسوق، وداك الشيء علاش خاصني ضروري نمشي للبنكه باش نجيب الفلوس. بالمناسبه الا ما كنتيش غتجيب معاك الكاش بلا ما تجي للسوق. وهنا كيقبطوا غير الكاش، كيقبلوا غير الكاش، قبلوش لا كارت بنكير. دابا غادي لاقرب بنكه، واقرب بنكه بعيده ب 12 دقيقه على رجلي، راه الساعه بعدت على السوق وغادي باش نجيب فلوس. ربي سلاك اصاحبي، اول مره توقع لي في التاريخ. الفلوس غادي نجبدوها، السوق نلقاوه سد جمع وطوا للاسف. الفلوس هي جبدناها، خصنا عاوتاني نرجعوا للسوق. وتما راه اخي بعيد علينا ب 14 دقيقه وباقي له 14 دقيقه باش يسد. من بعد ما رجعت للسوق تصدمت في الاثمنه اللي كاينين، واي حاجه قلبت عليها غادي تلقاها هنايا، وما غاديش تفرق بين انك واش راك في المغرب ولا راك في فرنسا. امبوسيبل تقول راك في فرنسا، اي حاجه قلبت عليها ديال المغرب ولا ديال تونس ولا ديال الجزائر غادي تلقاها في السوق. والاثمنه اللي كاينين هنا رخاصين بزاف على كارفور ولا المحلات الاخرى. في هذا السوق غادي تلقى بطاطا دايره 1 اورو، ومطيشه دايره 1 اورو، والبصله دايره 1 اورو، والبنان حتى هو 1 اورو. ما غاديش تيقوني الا قلت لكم خديت الاناناس والمونغ ب1 اورو. هادشي راه داكشي ديال المغرب اخي. واحد المعلومه مهمه، الا كنتي باغي تستافد الماكسيموم من هذا السوق سير له مع الجوج وما تسولنيش علاش. هذا السوق كيكون كل حد فولون فلان وكيسالي مع 3 د العشيه. هذا ما كان في هذا الفيديو، نشوفكم في فلوق واحد اخر.